القمر هو أقرب جسم في الفضاء الخارجي لكوكبنا الأرض، عشان كده الاهتمام بدراسته كان كتير. ومن أهم المعلومات اللي عرفها الإنسان عن القمر هو إزاي القمر بيزيد وبينقص وشكله بيتغير على مدار الشهر من هلال إلى بدر والعكس. النهارده هنتكلم على جزء الفلك، عشان احنا بنشتغل في الورشه تحت اسم الفلك. طبعا احنا عندنا قسم الفلك، قسم ابحاث الشمس والفضاء. عندنا برضو في الاتحاد الدولي الفلكي واللجنه الوطنيه لعلوم الفلك والفضاء، دول موجودين في مصر. دول معنيين بتطوير وتعليم والتوعيه بعلوم الفلك، لان انتوا عارفين مؤخرا علوم الفلك خدت طبعا أهمية كبيرة جدا، وهي طبعا بيقاس بها تقدم الأمة. احنا النهارده بنشتغل طبعا تحت رعاية الأستاذ دكتور جاد الفاضي رئيس المعهد، وبينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية هذه الورشة بشكل مجاني تماما. وده طبعا دور المعهد في المجتمع، يعني هو عايز يخدم المجتمع، النشء يوصل له المعلومة بشكل صحيح. الزملاء طبعا الدكاتره كلهم دكاتره اللي هيشتغلوا معاكم النهارده دكاتره واخدين PhD، فبالتالي طبعا هتاخدوا المعلومه من مصادرها الموثوق منها. يعني اي سؤال تحبوا تسالوه محدش يتكسف خالص. عندنا مسؤولين عن الفلك وتعليم الفلك على مستوى العالم، واحنا متواجدين معاهم برضه ولينا فعاليات، واحنا نقط مهمه مفصليه في المكاتب دي، لان المعهد بتاعنا ده من اعرق المعاهد الموجوده واقدمها، قديم خالص. تمام. ومن زمان والمعهد الناس اللي فيه بتتعلم وتعلم الناس الحاجات اللي ما يعرفوهاش، لان علم الفلك ده علم قديم. من اول ما الانسان ظهر، اول ما بص في السماء، صح؟ شاف الشمس وشاف القمر وبدا يدرس ايه دول؟ مين دول؟ بدا يدرسوا دول تحت. وبالتالي المكاتب دي كلها والجمعيات واللجان كلنا الحمد لله في المعهد اعضاء فيها بشكل قوي، عشان نقدر نساعد على توصيل المعلومه لجانب في زمن من الازمان. المعلومات الفلكيه دي خاصه بالتحت الفضاء، علم كان عظيم جدا، علم من علوم الاسرار. فطبعا دلوقتي اتعلمنا بالصواريخ والظواهر، عرفنا الحاجات كلها ممكن الواحد يتعلمها مع مرور الزمن. طبعا انا بشكر كل اللجان اللي احنا مشتركين فيها، وبشكر الدكتوره سميه اللي شرفتنا دلوقتي بافتتاح الكلمه، واللي مسؤوله عننا في المكاتب المختلفه اللي هو تبع الاتحاد الفلكي هو مش متابع بس هو بجد هما بقى بيعالجوه بالوان اللي هما كاتبينها لنا، بيعالجوه بالمسافات ديت، يعني طبعا حاجات تقنيه متقدمه شويه. ايه رايك؟ تمام كده؟ لا كمل ولا ايه؟ كمل؟ ماشي. زي ما احنا شايفين في حاجات ارتفاعات عاليه، وفي انخفاضات، وفي فوائد، اشكال غريبه، كل واحد منهم ليه حكايه، وكل واحد منهم ليه اسم. وكمان الناس اللي طلعوا اول مره سايبين علامات الاحزاب بتاعتهم كمان عليها مصورينها ومسجلينها. ديت الشكل بتاع القمر كما لا نستطيع ان نراه نحن من على الارض الا بتلسكوبات عاليه الجوده او بالتصوير الفضائي. تمام؟ الالوان لا، الالوان حسب التصوير. كنت في ورشة عمل في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في حلوان. عرفت معلومات أكتر عن القمر، شكله الحقيقي وأطواره اللي هي مراحل تغير شكله نتيجة انعكاس ضوء الشمس عليه مع دورانه حول الأرض، وإزاي الكسوف والخسوف بيحدثوا.
كمان كان في نشاط ترفيهي للأطفال، رسم وتلوين وقص أشكال الشمس والأرض والقمر، وكان بيشرح لنا كل ده دكتورة ماجدة ودكتورة سمية سعد ودكتور محمد صادق، وعرفونا معلومات كتير بطريقة مبسطة وجميلة. في المكان هنا في حلوان في بيراقب، كان بيرصد او بيراقب. احنا في مصر من ايام اجدادنا القدماء المصريين مهتمين بحاجه اسمها علوم السماء او علوم الفلك، وعندنا مراصد فلكيه. طبعا احدث حاجه عندنا في مصر هو مرصد حلوان. مرصد ايه؟ حلوان. ده احدث مرصد، مرصد حلوان، اللي هو كان بيراقب او بيرصد ويتتبع ويكتشف ويبحث عن الاجسام الموجوده في السماء دي عشان نتعرف عليها. تمام كده؟ فتعالوا نتعرف على الاجسام دي. اول اقرب جسم لينا الارض. تمام؟ اقرب جسم القمر. في المكان هنا في حلوان في متحف فيه صور للقمر والشمس والمجرات والنجوم، مجسمات صغيرة للأجهزة والأدوات اللي بيستخدمها الفلكيين في التعرف على الفضاء. الورش والندوات دي كلها بتبقى مفيدة جدا، ونعرف معلومات جديدة ونتحاول ونسأل كل حاجة وأي حاجة بتحيرنا. شكرا لكل اللي بيساهموا في الإيفنتات دي.